شو الناس كيفاش صابرين في قنطرة كوين مثلا. شو كيفاش صابرين. شوف صابرين الناس صابرة في قنطرة عندها شو لطيف يا لطيف صابرين في قنطرة مساكن يا لطيف. شو هذا من الصباح واش صابر انا في هاد الصالي ضده من الصباح ونصبح الله وانا السروال كان غيديلو. شوف بوفري والله العظيم مسكين. يا لطيف يا لطيف واحد الراجل راه هو مسكين من الصباح باش وصل تما راه يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا رب السلامة، يا رب تلطف بنا. كارثة وقعت قبل قليل، رياح عاصفية كارثية تضرب مدينة مغربية بأكملها. الناس كادت أن تطير هناك. تفاصيل إخبارية عاجلة وردتنا لقناتنا هذه على اليوتيوب، أخبار اليوم المغربية، لنتعرف عن تفاصيلها. لكن قبل، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم صيبا نافعا مباركا فيه، الله يجعلها على قد النفع. قبل ما نبداو ما تنساوش الاعجاب بالفيديو ايضا والاشتراك معي لتتوصلوا دائما بكل جديد اخبارنا المغربيه اليكم. تفاصيل: حيث شهدت مدينه تطوان منذ منتصف ليله الجمعه والى حدود هذه اللحظه هبوب رياح قويه جدا وامطار عاصفيه تسببت في سقوط عدد كبير بزاف من الاشجار وانهيارات في بعض الاسوار المنازل القديمه وتكسير بعض السيارات والاشجار بمختلف احياء المدينه. والصور كتشاهدوها أمام أعينكم، هذا الشيء غير شوية من بزاف. كما تعرضت بعض المؤسسات التعليمية إلى أضرار مادية مما علق أو عجل بتعليق الدراسة بها. وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم أمس خرجت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر وحتى برتقالي كتقول على أنه من المنتظر هبوب رياح قوية كتصل سرعتها إلى 120 كيلومتر في الساعة مع تطير الغبار وتساقطات مطرية رعدية قوية تصل إلى 110 ملم بعدد من أقاليم المملكة، على رأسها مدن الشمال خاصة مدينة تطوان والمضيق، الفنيدق، الحسيمة وشفشاون والفحص أنجرة أقبابو أو أنجرة أقبايو الحسن. فهادشي اللي كنلاحظوا دابا أن اليوم وقعت واحد العاصفة كارثية واللي جرت كل ما يظهر أمامها: المنازل، السيارات، اللافتات الإشهارية وحتى لافتات ديال الطرق. فكل شيء اليوم تدمر بهاد المدن ديال الشمال، خصوصا هاد المدينة، والصور كتلاحظوها وكتشاهدوها أمام أعينكم. فكارثة غير الله يحفظ وصفي، والله يحمي المغاربة أينما كانوا. واللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم امين. شكرا على طيب الاستماع، نتلاقاو باذن الله في فيديو جديد مع اخبار جديده. نلقاكم بأتم الصحه والعافيه وطول العمر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.